بيبدأ الفيلم بفلاش باك بيحكي قصة ولادة هيركليز، وبنعرف إن أبو هيركليز هو الملك زيوس وأمه هي الكانيني، وبنعرف بأن الكانيني دي كانت ست فقيرة والملك زيوس خلف منها هيركليز من غير جواز. فالملكة هيرا مرات زيوس لما عرفت بالعلاقة اللي بينهم وإنهم كمان خلفوا من غير جواز حست بالإهانة وكرامتها انجرحت وفضلت فاكرة خيانة جوزها ليها لسنين طويلة. وبنعرف إن الكانيني لما ولدت سمت ابنها هيركليز، واللي بيعني يمجد الملكة هيرا علشان الكانيني تقربوا من الملوك ويرضوا عنه، خصوصا طبعا الملكة هيرا. ولكن للأسف هيركليز معرفش ينول رضا الملوك ولا حتى رضا هيرا. ولما كبر هيركليز بقى جسمه ضخم وقوي جدا، وبيكون هيركليز ورث القوة دي من أبوه. ولما كبر هيركليز في السن وبقى قوي، الملوك وهيرا كلفوه ب 12 مهمة ولازم ينفذ ال 12 مهمة دول لوحده. وإذا قدر هيركليز يكمل ال 12 مهمة دول بنجاح وفضل عايش وقتها، هيرا هتخليه يعيش في سلام ومش هتفكر إن هي تموته. وبيكون من ضمن ال 12 مهمة دول صراع هيركليز مع مخلوق ليه 5 رؤوس، والمخلوق ده اسمه الهايدرا، وقدر هيركليز يقطع رؤوسه ال5 وينتصر عليهم. مهمته الثانيه كانت هزيمه خنزير ضخم عايش في الجليد، وقدر هيركليز برضه يستدرك الخنزير ده ويدخله في شجره وقدر ان هو يقضي عليه بالشومه بتاعته. وبنعرف ان اكبر واخطر مهمه ليه عملها هيركليز هزيمه اسد ضخم، وقدر وقتها يمسك فكين الاسد ده ويكسرهم وقطع فروه راسه ولبسها، وفضل هيركليز لابسها لحد دلوقتي. وسمعته انتشرت في كل مدن اليونان على ان هو اسطوره في القوه ومحدش بيقدر يهزم هيركليز. ولكن للاسف مهمه الاسد دي كانت المهمه ال11 وكان فاضل له المهمه ال12 والاخيره، وبتكون المهمه الاخيره دي هزيمه 3 ذئاب ضخمه ومفترسه. لكن هيركليز ما لحقش ينفذ المهمه الاخيره لان هو طرد وقتها من مدينه اثينا قبل ما ينفذها، وحياته اتغيرت تماما بقى لها 3 سنين. وبنروح في وقتنا الحاضر لساحل مقدونيا في شمال اليونان، وبنشوف الياس ابن اخو هيركليز مع امه الكانيني. وبيكون الياس مخطوف من القراصنه بعد ما قدروا يوصلوا للساحل مقدونيا واحتلوه. والياس هو الراوي اللي بيحكي للناس كل اساطير وحكايات عمه هيركليز، وبيظهر لهم هيركليز وبيكون معاه اصحابه وبيقدروا ان هم يقتلوا القراصنه ويقضوا عليهم. وبيحرر هيركليز ابن اخوه الياس اللي معاه. وبنعرف بان هيركليز واصحابه بقوا في الوقت الحالي بيشتغلوا محاربين مرتزقه، وبيكون شغلهم كله مع الملوك والاغنياء واللي بيطلبوهم علشان يحاربوا لحسابهم في مقابل العملات الذهبيه. وبعدها بيروحوا مطعم ياكلوا ويشربوا ويحتفلوا بانتصارهم على القراصنه وتحرير الياس. وجوه المطعم بتوصل الاميره ارجينيا بنت الملك كوتيس، والملك كوتيس ده هو حاكم مملكه تراكيا. وارجينيا جايه من سفر بعيد علشان تقابل هيركليز لان ابوها الملك كوتيس بعتها تتفق معاه علشان يجي يخلصهم من ناس اشرار بيحاربوا مملكتهم. وبتقول له ارجينيا بان ابوها الملك كوتيس غني جدا ويدفع لهم كل اللي هم عايزينه من ذهب. فبيوافق هيركليز وبياخد اصحابه معاه وبياخدوا عربياتهم الحربيه المجهزه، وكمان بياخدوا اسلحتهم الخاصه المعموله بكل اتقان واحترافيه، وبيسافر مع ارجينيا لحد مملكتها. ولما بيوصل لمملكه تراكيا بيكون في استقبالهم الجنرال استكليز، والجنرال استكليز ده قائد الجيش، وبيطلب منهم استكليز ينتظروا شويه لحد ما يدخل القصر للملك ويطلب من الملك الاذن بدخولهم. وبيرجع لهم استكليز بعد شويه بيقول لهم ان الملك مستنيهم جوه القصر. وقبل ما هيركليز واصحابه يدخلوا القصر للملك بيرجعنا هيركليز معاه فلاش باك ل3 سنين ورا، وبنروح لمدينه اثينا، ودي المدينه اللي كان عايش فيها هيركليز مع مراته واولاده ال3 واللي كان هيركليز بيحبهم جدا. وكانت حياه هيركليز وقتها سعيده جدا وما بيكونش لسه اشتغل مع المرتزقه، وبيكون حاول بس وقتها انه ينال رضا الملوك لما كلفوه بال12 مهمه علشان يقدر يعيش في سلام مع اسرته لو نفذ ال12 مهمه. وبنشوف هيركليز من 3 سنين لما قتل مخلوق الهايدرا وقطع رؤوسه ال5، وبيكون راجع بعدها للملك ارسيوس حاكم اثينا وبيكون معاه الرؤوس عشان يديها له هديه. وبنعرف ان الملك ارسيوس في الفتره دي كان بيعتمد على هيركليز واصحابه. وبنرجع تاني لوقتنا الحاضر وبيكون هيركليز واصحابه دخلوا للملك كوتيس، فبيستقبلهم الملك وبيعرف هيركليز الملك على اصحابه واللي هو اوتوليكس، وده صاحب هيركليز من صغرهم ويعتبروا متربيين سوا في اثينا. والتاني تايدياس المتوحش، وده لقوه زمان وهو طفل في وسط المعركه فخدوه وربوه وكبر وبقى صاحبهم، لكن هو متوحش ومجنون وكان بياكل بني ادمين قبل كده. كمان بيعرفهم على اتلانتا المحاربه الجميله، وكمان العراف فيروس، واخر واحد هو الياس ابن اخو هيركليز. وبعدها بيعزموا الملك على العشاء وبيبدا الجنرال استكليز يحكي لهم عن الحرب اللي بيواجهوها مع ريسوس. وريسوس ده قدر يحتل مدن كتير تبع مملكتهم ودمر ريسوس بيوت الناس الابرياء وقتلهم، وما بقاش فاضل الجيش يحاربوا لان هو قضى على كل جنود الملك كوتيس، وما بقاش فاضل عندهم غير المزارعين والعمال. وبيقول لهم كمان استكليز بان ريسوس ده اصلا ساحر وبيستخدم سحره في انه يسحر الجنود بتوعهم وبيخليهم يحارب في صفه. وده غير انه ريسوس عنده جيش من القناطير، والقنطور ده هو الكائن نص الفوقاني انسان ونص التحتاني بيكون حصان. فبعد ما هيركليز عرف وضعهم العسكري وفهم كل حاجه منهم بيتفق مع الملك على المقابل اللي هو هياخده، وبيتفق ان المقابل هيكون وزن هيركليز مرتين من الذهب. وبيقرر هيركليز يدربه هو واصحابه
المزارعين والعمال علشان يعمل منهم جنود يقدروا يحاربوا ريسوس وجيشه. وتاني يوم بيقول هيركليز خطبة حماسية جدا للمزارعين والعمال بعد ما لبسوهم لبس الجنود وادوهم أسلحة، وبيبدأ يعلمهم هيركليز ازاي يستخدموا الدروع دي وازاي يعرفوا يحتموا وراها ويبقوا ثابتين على الأرض، لأن دي أهم حاجة في المعركة. وبعدها بيقابل هيركليز الملك كوتيس واستكليز ومعاهم واحد اسمه فيناس، وفيناس ده هو الكشاف اللي بيروح يتجسس على تحركات جيش ريسوس وبيرجع بعد كده يبلغ الملك بيها. فبيعرفهم فيناس بان ريسوس بيتحرك ناحيه مدينه اسمها بيسي ومعاه جيش مكون من 40,000 مقاتل، وبيحذرهم فيناس من ان جيش ريسوس هيوصل بيسي خلال 6 ايام بس. الملك بيقول لهم بان مدينه بيسي لو انهزمت هيبقى الدور عليهم هم، لان بيسي قريبه منهم جدا. فهيركليز بيقول للملك بان الجنود لسه محتاجين وقت كتير علشان يدربوهم كويس لان المعركه هتكون صعبه جدا. فبيتردد الملك كوتيس شويه في قراره، ولكن فيناس بيسخن الملك وبيقول له بان ريسوس خطر جدا وقرب منهم جدا. فبيقترح فيناس على الملك انهم يمنعوا ريسوس قبل ما يوصل للمملكه بتاعتهم. فبيقرر الملك انهم يروحوا لمدينه بيسي ويستنوا ريسوس وجيشه بما ان هو قدامه لسه 6 ايام ويوصل. وبيدي الملك امر بحشد وتجهيز الجيش تاني يوم الصبح. وبالليل بيتمشى هيركليز جوه المملكه فبيلاقي مستشفى وبيدخلها وبيتفاجئ هيركليز بان ارجينا بتساعد بنفسها في تمريض وعلاج المصابين رغم ان هي اميره وبنت الملك، وبيكون معاها ارياس ابنها. وبيحكي لهيركليز قد ايه هو بيحبه ونفسه يبقى بطل زيه اما يكبر. وهيركليز في الوقت ده بيكون حب ارياس هو كمان. وتاني يوم الصبح بيكون الجيش اصطف وبيكونوا جاهزين علشان يروحوا مدينه بيسي. وبتكون خطه الملك كوتيس هي انهم يروحوا مدينه بيسي تخبوا هناك بحيث انهم يستنوا جيش ريسوس وهو داخل بيسي بعد كام يوم، وده طبعا على حسب كلام الكشاف فيناس. وساعتها هيفاجئوهم هناك وينتصر عليهم. فبيتحرك الجيش على مدينه بيسي فعلا، وبيكون معاهم هيركليز واصحابه بالعربيات المجهزه واسلحتهم القويه. وبيوصلوا لمدينه بيسي وبيلاقوا المدينه كلها متدمره والناس ميته. بيتفاجئوا بان وسط الجثث دي الناس عايشين، بيبدا يهاجموهم. والمفروض اصلا الناس دول هم جنود مدينه بيسي، ولكن ريسوس سحرهم بسحره خلاهم يحاربوا في صفه هو. فبيشكل الجنود دروعها حوالين الملك وبتحصل معركه قويه بين الجنود المسحورين وبين هيركليز واصحابه وجيش الملك. وبيقدر الجنود المسحورين انهم يخترقوا الدروع بتاعه الجنود وبيقدر يوصلوا للملك وبيكون الياس واقف جنبيه. هيركليز لما بيشوف الوضع كده بيحس بالخطر على الملك وعلى الياس، فبيجيبوا العربيه بتاعتهم وبيركبها هيركليز واصحابه وبيبداوا يقتلوا الجنود المسحورين من فوق العربيات. وبيفضلوا يلفوا بالعربيات حوالين الجنود المسحورين ويقطعوا فيهم لحد ما يقدروا انهم ينتصروا في المعركه. ولكن بعد المعركه دي بيكون الملك كوتيس حزين جدا لانه خسر عدد جنود كتير جدا من اللي معاه. وعلى الرغم انهم انتصروا لكن هم انتصروا على الجيش المسحورين لان ريسوس هو اصلا اللي سحرهم، وان ريسوس اصلا ما كانش موجود ولا هو ولا جيشه. فلقوا نفسهم بيحاربوا جنود مدينه بيسي واللي هم اصلا جايين يساعدوهم. وهيركليز بيفكر الملك كوتيس بان هو حذره قبل كده بان جنوده مش مدربين وانهم كانوا محتاجين وقت اكتر للتدريب. وبيعرض عليه هيركليز بان هو هيديله كام يوم يحاول فيهم هو واصحابه يدربوا الجنود دول عشان يعملوا منهم جيش قوي وجاهز للقتال. فبيوافق الملك على عرض هيركليز. وبعدها ارجينا بتروح لهيركليز الخيمه بتاعته علشان تعالجه لان هو اتصاب في المعركه. وبيبدا يدور بينهم كلام. فبيعرف هيركليز منها بان جوزها ابو ابنها مات في الحرب. ولما بتساله ارجينا ان كان ليه عائله واولاد فبينهي هيركليز معاها الكلام ومش بيرضى يجاوب عليها لان هو مش حابب يحكي عن الماضي بتاعه لان هو مؤلم. وبيعمل نفسه ان هو هينام علشان يخليها تقوم وتمشي. ففعلا بتسيبه ارجينا وبتمشي. وبالليل اثناء ما هو نايم بيحلم هيركليز وقت ما اتهموه من 3 سنين بان هو قتل مراته واولاده. وكان هيركليز وقت الحادثه دي اتفاجئ بان ايديه كلها دم وعيلته مقتولين قدامه. وهيركليز ساعتها ما كانش فاكر اي حاجه ومش عارف اذا كان فعلا هو اللي قتلهم ولا لا. وبنعرف كمان بان الملك بيرسيوس ما رضيش يعدم هيركليز علشان ما يعملش منه بطل اسطوري قدام شعب اثينا فيحبه اكتر. فاكتفى بس ان هو يطرده من اثينا كلها ويخليه مشرد ملوش وطن كعقاب ليه وعلى قتل عيلته. فمش هيركليز مطرود من اثينا هو واصحابه لانهم كانوا عايشين معاه هناك بعد ما جمعهم من كل مكان على مر السنين. وهو ده السبب اللي خلى هيركليز ما بقاش ليه وطن ولا حتى بيت واصبح من المحاربين المرتزقه وبيحارب للي بيدفع وخلاص. وبيفوق هيركليز من الكابوس ده وبنرجع للوقت الحاضر. وتاني يوم بالنهار بتقعد ارجينا مع اصحاب هيركليز وبتسالهم على حقيقه قتل هيركليز لعيلته لان الناس كلهم بتتكلم في الحوار ده. فأتوليكس بيقول لها بان هيركليز قتل عيلته شكليا لان كل الادله بتقول كده، لكن برضه محدش لسه عارف الحقيقه كامله وهو كمان ما اعترفش. وبتكمل اتلانتا اجابه أتوليكس وبتقول لارجينيا
تانية بان اوقات المحاربين الاقوياء زي هيركليز بتسيبهم لعنه، واللعنه دي ممكن في لحظات الغضب تخليهم يفقدوا السيطره على نفسهم وعلى قوتهم، وبيكونوا مش في وعيهم، ممكن يعملوا حاجات كتير غلط من غير ادراك. فعشان كده من وقت الحادثه دي هيركليز كلف اتلانتا بان هي تبقى حارس الشخصي ليه، مش علشان اتلانتا تدافع عنه ولا حاجه، ولكن علشان تبقى عينيها عليه طول الوقت، وبالذات في لحظات الغضب، علشان تحميه ساعتها من نفسه وتفوقه بدل ما يعمل جريمه تانية زي ما اتهموه قبل كده بقت لعيلته. ومن تاني يوم بيبدا هيركليز واصحابه يدربوا الجيش تدريب مكثف، وبيحاولوا يعلموهم ازاي يستخدموا مهاراتهم الفرديه والجماعيه في المعارك. وبنروح بعد كده لخيمه العمليات في معسكر الجيش، وبيكون الملك معاه هيركليز واستكليز قائد الجيش. فبيجي لهم فيناس وبيقول لهم بان معسكر ريسوس قريب منهم وان هو هيروح يستطلع المعسكر من بعيد، والملك بيوافق وبيقول له يروح. فبيروح فيناس وفعلا علشان ينفذ مهمه الاستطلاع، وبيكون هيركليز عنده خطه وبيقترح على الملك، فبيوافق الملك على خطه هيركليز وبيجهزوا الجيش عشان يتحركوا. وبيتحرك الجيش وبيوصل للمنطقه اللي المفروض تحصل فيها المعركه، وبيكون البحر موجود وراهم والجبال قدامهم. فبيلاقوا 3 فرسان من جيش ريسوس جايين لهم، وبيكون ريسوس واحد منهم والتاني للاسف بيكشف وشه وبيطلع فيناس. وبنعرف بان فيناس طلع خاين للملك وشغال لحساب عدوهم ريسوس، واللي هو ادى للملك توقيت غلط ساعة المعركة اللي فاتت، وبسببها حصل لهم كمين وخسروا جنود كتير. فبيعرض ريسوس على الملك كوتيس الانسحاب والاستسلام، خصوصا بان جيشه 3 اضعاف جيش الملك كوتيس، وغير كده عنده جيش من القناطير الاقوياء. ولكن الملك كوتيس وهيركليس بيرفضوا عرضه وبيوعدوه بانهم هيقضوا عليه وهيقضوا على جيشه. وبيرجع تاني ريسوس وفيناس للجيش بتاعهم، وبيدي ريسوس اوامره بتحرك الجيش علشان يقتل جيش كوتيس. وفي نفس الوقت هيركليس هو كمان بيدي اوامر للجنود انهم يشكلوا الدروع بتاعتهم حوالين الملك علشان يقدروا يدافعوا عنه وعن نفسهم. وبيهجم فرسان ريسوس على الجيش كوتيس، لكن بيقطع عليهم الطريق اصحاب هيركليس بالعربيه، بيكونوا خارجين من وسط الغابه وبيبدا يصطادوا في فرسان ريسوس ويوقعهم فارس فارس. وبعد معركه كبيره بينتصر جيش الملك على جيش ريسوس، وبياخدوا ريسوس والقاده بتوعه اسرى معاهم على المملكه. وبيوصل الملك كوتيس لمملكته بجيشه المنتصر، والاسرى بيتجروا بالسلاسل جنبيهم. فالشعب بيستقبل الملك بتاعه على انه هو بطل الحرب، وبيهتفوا باسمه وبيدخلوا الاسرى للسجن. واثناء ما هم بيدخلوا الاسرى السجن بيقول ريسوس لهيركليس بان هو كان بيحارب في الصف الغلط، لان كوتيس هو الملك الشرير وهو اللي كان بيحاربه عشان هم اللي معاهم الحق. ولكن بيجي استكليز وبياخد ريسوس على السجن علشان ما يكملش كلامه مع هيركليس، ولكن بعدها بيبدا هيركليس يشك في الموضوع، بيحس بان كلام ريسوس ممكن يكون صح، وان هو طول الوقت اللي فات ده كان بيحارب في صف الشر. فبيحكي هيركليس لاصحابه الكلام ده، وبالليل بيكون الملك كوتيس عامل احتفال وبيحضروا قاده الجيش وهيركليس واصحابه، وبيكون الملك مسلسل ريسوس وسط الحفله علشان يذلوا وهم بياكلوا ويشربوا قدامه. فبيصعب ريسوس على ايرجينيا فبتقوم علشان تديله ميه يشرب، ولكن الملك بيمنعها وبيقعدها تاني وبيقول لها بان ريسوس ده شخص حقير ما يستحقش حتى شربه للميه. وبيكون هيركليس واخد باله من اللي بيحصل كويس جدا، واوتوديكس بيقول له ملوش دعوه بمين صاحب الحق، سواء كان الملك كوتيس او ريسوس، لانهم خلاص نفذوا المهمه اللي كانت مطلوبه منهم وكسبوا الحرب وهيقبضوا الذهب اللي هم وعدوهم بيه. ولما بتقوم ايرجينا تمشي وتسيب الحفله بيكون هيركليس ملاحظ من نظرات عينيها ريسوس بان هو صعبان عليها، فبيقوم وراها على طول وبيواجهها بالحقيقه. فبيعرف منها بان جوزها كان ملك المملكه دي، وكوتيس ابوها سممه واخد منه الحكم. فايرجينا اضطرت تسكت علشان كوتيس هددها بان هو هيقتل ابنها اللي هو اصلا حفيده. ففضلت طول الوقت كاتمه السر ده علشان تحمي ابنها لحد ما يوصل لسن الحكم ويقدر يحكم المملكه هو بنفسه، لان رياس ابنها هو الوريث الشرعي للمملكه علشان ابوه كان الملك وجده هو حاليا الملك. بيعرف منها هيركليس كمان بان كوتيس هو اللي كان بيحارب المدن اللي حواليه وبيحارب ريسوس، لان كوتيس لما استولى على الحكم كان وقتها ريسوس بثوره ضده، وحصل وقتها حرب اهليه كل اراضي المملكه بين انصار الملك اللي اتقتل وبين انصار كوتيس واللي نصب نفسه بعدها ملك على المملكه بالعافيه. عشان كده كوتيس كذب على هيركليس، استغله هو واصحابه علشان يقضي على الثوره دي. وكان كوتيس مفهمهم ان ريسوس هو المحتل وان جوز بنته مات في معركه ضده، وخبى عليهم ان هو اصلا اللي سممه. فبتعرض على هيركليس ان هو يساعدها، فبتديله رياس يخبيه ويحميه من شر كوتيس، لكن هيركليس بيرفض وبيكون غضبان منها ومن ابوها. وفي الوقت ده استكليس بيعدي من جنبهم وبيسمع الكلام اللي بيدور بينهم، فبيقول لهيركليس بان الملك كوتيس عاوزه. فبيروح للملك وبيواجهه بالحقيقه اللي عرفها من ايرجينيا. فالملك مش بينكر كل الكلام بينهم، بيقولوا بان هو
هيقبض الثمن اللي اتفقوا عليه وخلاص، وان هو ملوش دعوه اذا كان حارب في الجانب الحق ولا الباطل. وبيقول له كمان بان هو كان بيحلم بيحكم المملكه دي لما كان جنرال في الجيش، وان هو حاليا خلاص حقق حلمه. والملك بعدها بيشكره ان هو ساعده على تحقيق حلمه، وبيعرض عليه ان هو يقبل بمنصب جنرال الجيش. لكن هيركليز بيرفض عرضه ده، فالملك بيطلب منه ياخد الذهب اللي اتفقوا عليه ويمشي من المملكه، لان هو خلاص كده استغنى عن خدماته. فبياخد هيركليز واصحابه الذهب فعلا وبيخرجوا بره القصر. لكن هيركليز في الوقت ده بيكون عايز يرجع ينقذ ارجينا وابنها، وكمان عايز يصحح الغلط اللي هو عمله ويجبر الملك كوتيس ان هو يسيب الحكم لان ده مش من حقه. لكن اوتوليكس بيرفض يرجع مع هيركليز تاني، وبيكون عاوز يتمتع بالذهب ويعيش حياته. فهيركليز بيديله نصيبه من الذهب، وكمان اصحاب هيركليز كلهم بيدوا لاوتوليكس نصيبه من الذهب، لانهم بيقرروا يسيبوا الذهب ويفضلوا مع صديقهم هيركليز علشان يساعدوه. اوتوليكس بياخد الذهب كله وبيركب العربيه وبيمشي. بعدها بيتسلل هيركليز واصحابه لجوه القصر التاني وبيبدا يقتل الحراس، لكن بيقدر إسليز ان هو يحاصر هيركليز واصحابه. وفي النهايه بيكون جنوده موجهين السهام ناحيه الياس ابن اخو هيركليز، وبيهدد هيركليز بانهم هيقتلوه لو ما سلموش اسلحتهم. فبيضطر هيركليز واصحابه ينزلوا اسلحتهم على الارض. بيجي لهم الملك، وكمان بتوصل ارجينا وابنها لان الحراس جابوها بالامر. وبيقول استكليز للملك بان هو سمع ارجينا وهيركليز بيتفقوا بان هي هتديله ابنها يخبيه ويحميه. فالملك بيغضب وبياخد ارياس من امه بالغصب، وبيؤمر الحراس ياخدوا ارجينا وهيركليز واصحابه ويحبسوهم كمان، وبيسلسلوا هيركليز بسلاسل قويه جدا. بعدها بيتفاجئ هيركليز بالملاكين كوتيس وإرسيوس، وبيكون إرسيوس داخل عليه ومعاه 3 ذئاب مفترسين، ودول اللي كانوا هما المفروض المهمه ال 12 لهيركليز. فكان لازم يقتل ال3 ذئاب دول علشان ينول رضا هيرا والملوك، لكن ما لحقش ينفذ المهمه ال 12 لان قبلها على طول قتلوا مراته واولاده واتهموه في قتلهم. وبنعرف بان إرسيوس اصلا متحد مع كوتيس عشان يحكموا اليونان كلها، وانهم كانوا من الاول متآمرين على قتل هيركليز. بنعرف كمان بان إرسيوس هو اللي قتل عيله هيركليز بالذئاب ال3 دول بعد ما خدر هيركليز بالمشروب، واتهمه وقتها بان هو اللي قتل عيلته، واقنعه بكده كمان وهو مش في وعيه، لان إرسيوس كان غيران من هيركليز جدا لانه بقى اسطوره بين الناس في اليونان، وما كانش عايزه يكمل طبعا المهمه ال 12 والاخيره، علشان إرسيوس كان عاوز هيرا والملوك يفضلوا غضبانين على هيركليز. وبيكون كوتيس هو اللي ناوي يربي إرياس بنفسه لحد ما يخليه جاهز يمسك الحكم بعديه. فبيأمر كوتيس يعدم بنته ارجينا الاول، لان في الوقت ده اعتبرها خانته. العراف فيوراس بيسخن هيركليز عشان يستجمع قوته، وفعلا بيقدر هيركليز يجمع قوته وبيسحب السلاسل الحديد وبيكسر الحيطه وبينط بيهم على الحارس اللي بيستعد لقتل ارجينيا وبيموتوه قبل ما يقطع راسها، وبيقدر ينقذها على اخر لحظه. لكن بعدها بيطلق إرسيوس الذئاب ال3 على هيركليز علشان يقضوا عليه، وبيهرب إرسيوس وكوتيس، وبتهجم الذئاب في الوقت ده على هيركليز، ولكن بيقدر ينتصر عليهم كلهم. وبعدها بيحرر هيركليز اصحابه وارجينا وبيبداوا يطاردوا كوتيس وإرسيوس، وبيقابلوهم حراس في الطريق ولكن بيقدروا ينتصروا عليهم. وبيلاقي هيركليز قدامه إرسيوس فبيروح علشان يقتله، فبيعرض عليه إرسيوس جزء من ثروته ولكن يسيبه يعيش، لكن هيركليز بيرفض ده وبيقتله. وفجأة بيجي استكليز من ورا هيركليز وبيشده بحبل من رقبته فبيوقعه على الارض. وقبل ما يقتله استكليز بيجي له الياس وبينقذ عمه وبيقتل استكليز، وبيخرج هيركليز بعدها من القصر هو وارجينيا واصحابه، وبيتفاجئوا بره القصر بكوتيس وجيشه منتظرينه، وبيهددوا كوتيس بان هو هيقتل إرياس اذا ما استسلمش. ولكن بيظهر اوتوليكس وبيقتل الجندي اللي حاطط الخنجر على رقبه إرياس. فعلى طول بيبدا هيركليز يهاجم جيش كوتيس واصحابه، وبيهرب إرياس من الجنود. فالمقاتل المجنون صاحب هيركليز بيروح على إرياس جري وبيعمل نفسه درع علشان يحميه من السهام، وبينجح ان هو يوصله لامه بامان، لكن سهام الجنود بتكون غرست في ظهره فبيموت، وبيحزن هيركليز على موته جدا. فبيزقوا بعد كده حملات الشعلات الضخمه على الجنود وبيكون جواها زيت مولع نار فبيحرق عدد كبير من الجنود، وبيغضب هيركليز بسبب موت صديقه فبيزق تمثال هيرا الضخم ناحيه كوتيس وجنوده، فالتمثال بيتكسر وبتقع حجارته على الجنود وبتقتل منهم عدد كبير جدا، وراس هيرا نفسها بتنزل فوق كوتيس وبتموته. وبكده تكون الملكه هيرا ساعدت هيركليز، لان بقتله للذئاب ال3 بقى بالنسبه لها كمل المهمات ال 12 وبقى حر ساعتها. وبيموت كوتيس وبيستسلم باقي جيشه لهيركليز، بيفضلوا يهتفوا باسمه هيركليز. وبيقرر بعدها هيركليز يتجوز ارجينيا وبيفضل معاها هي وابنها ويبقوا بالنسبه له عيلته الجديده، وبيخلص الفيلم.